المدرب شنو اسلحته؟ اسلحته اللاعبين. ايه المدرب بعد المباراه يروح يطلع بالمؤتمر يقول انا ما اتحمل المسؤوليه، اللاعبين هم ما يتحملون المسؤوليه، ما طبقوا الواجبات اللي انا ردتها. شنو الواجبات اللي انت ردتها؟ زين انت الاردن عزلك، انت تشوف 45 دقيقه عازل جهه اليسار ويخليك تبني من جهه اليمين وانت تلعب طويل. هذا شغلك انت مدرب، مو شغل لاعبين. فانك انت ترمي الكره بملعب اللاعبين وتقول اللاعبين ما طبقوا واجباتي، انت شغلك كمدرب انك تغير من طريقه اللعب، انك انت تجد الحلول. اللاعب المو زين، وانا كنت اقولها من اول يوم، اقول احنا المنتخب العراقي عباره عن ايمن. متى ما تواجد ايمن، متى ما تواجد المنتخب العراقي. اليوم ايمن في مباراه الكويت ايمن ما لعب، ما ظهر المنتخب العراقي، صح ولا لا؟ ما كان موجود في المباراه. اليوم ايمن موجود، انعزل ايمن، واضح انه تم تبديله نشأت، صح ولا لا؟ صحيح. اليوم عزل ايمن، ايمن موجود داخل الملعب. لذلك الفريق العراقي اعتمد على الكور الطويله حق ايمن. وانا هذا اللي دا اقوله ابو محمد. واحنا نقول ايش يعمل؟ بس ابو محمد الاوفر مبكر، يعني الاوفر المبكر ما عندي الا الحل الوحيد حق ايمن، نلعب له كور طويله. لا مو هو في هاي الحاله ايمن شو بده يتعامل؟ بده يتعامل بالتحضير، بده يتعامل بالهد، بده يتعامل لا مو هو. لا هو هسه احنا قبل شويه كنا نتكلم انا والكابتن خالد سلمان، وهذه احيانا المدرب يعطيك انطباع من يغير لاعب جناح وينزل لاعب وسط مدافع. احنا كلاعبين داخل الملعب شو يعطيك انطباع؟ تفهم انك بدك تدافع، صح ولا لا؟ صحيح. انت اليوم من تلعب ثلاثه محاوره، تلعب مع الاردن في ملعبك بين ارضك وبين جمهورك، والاردن حاسب لك حساب اكثر ما انت حاسب حساب للاردن. تلعب 4 وتلعب 3 محاور واثنين اطراف وواحد بالمقدمه، يعني شنو؟ تدافع. انا دافع، وانا اليوم فقدت اهم ميزه، صناعه اللعب. انا خايف منك معناته. ايوه، انا فقدت اهم ميزه صناعه اللعب. انه انت اليوم عندك اول خطا يوسف الامين على دكه الاحتياط. يوسف الامين اكثر لاعب هو وابراهيم بايش لعبوا بكل اللاعبين. انت اليوم في هذه المباراه تحتاج اللاعب اللي يلاعب جاهز بدنيا، مو علي جاسم. علي جاسم نزل في مباراه كوريا غير لك اللعب ب 30 دقيقه، بالشوط الثاني نزل غير من شكل الفريق. تحتاجه. علي جاسم مو قادر يعبر واحد، لانه لاعب بعده صغير. اللاعب ما دا يلعب مع ناديه كلاعب اساسي، ما دا يلعب حتى لو يلعب مع الرديف، لكن التيمبو مع الرديف يختلف عن مع الفريق الاول. صح. فانت اليوم تحتاج اللاعبين الاجهز. انت اليوم من تلعب ب3 محاور اليوم اهم لاعب واحسن لاعب في المنتخب العراقي منه، والكل اشكل عليه، سعد عبد الامير. صحيح. سعد عبد الامير 34 سنه 35 سنه اعتقد. لاعب بخبرته، عرف كيف يقود المجموعه. لكنك انت تلعب الاصرار انك تلعب ب3 محاوره، هذا خلاص